السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى حلقة التخزين، هنخزن كل الحاجات اللي احنا شفناها دي. أول حاجة هنعملها مع بعض الكرنب. يلا عشان أقول لكم تختاروا الكرنب ازاي. شايفين الكرنب راسه كبيرة ازاي وطالعة لفوق، وأوراقه كبيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده الكرنب البلدي بتبقى راسه طالعة لفوق كده. أما الكرنب البط بتبقى راسه مدفونة وصغيرة جدا ورفيعة. هنقور الكرنب بتاعنا بالشكل ده، وهنفصص الورق بتاعه كده. هوريكم الطريقتين ازاي نفصص الورق، وازاي ان احنا نسيبه بحاله كده ونسلقه زي ما هو كده، حتى لو الحلة عندك صغيرة. انا همسك الكرنب بتاعي كله هقوره بالشكل ده، واللي هيتفصص معايا هفصصه. انا جايبه كرنب بط هوريهولكم. البط ده ما ينفعش يتخزن معاكي طول السنة، لانك لما بتحطيه في الفريزر بيجلد، وبعدين تيجي تاكليه فبتلاقيه ما بيتقطمش معاكي ومش ناعم كده وطري. وكمان لونه بيغير بيسود. فالكرنب البط مش بتاع تخزين خالص. عشان تخزني الكرنب لازم تجيبي كرنب بلدي، والكرنب البلدي زي ما وريتكم كده. واحنا كمان بنعمل دلوقتي هقول لكم على الكرنب، يعني اي كرنبايه همسكها هقول لكم دي بلدي ولا كرنب بط. الكرنب البط انا جبته علشان اوريه لكم، وفي نفس الوقت هعمل منه محشي. ولو اتبقى معايا منه هحطه في الفريزر وهستخدمه الأول. يعني مش هسيبه سنة كاملة في الفريزر. يعني استخدميه مثلا كل ما تيجي تعملي محشي هيبقى جاهز عندك في خلال شهر اتنين ممكن تستخدميه. لكن أكتر من كده بيجلد بقى وتيجي تاكليه مش هتحبيه خالص. طبعا انا فصصت الكرنب اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والقلب بقى هسيبه عشان اخلله. دي كرنب بلدي، شايفين راسها عاملة ازاي؟ هفصصها برضو كده. اللي بلاقيه يتفصص معايا بفصصه كده بسهولة. شايفين كمان الورق بتاعها بيبقى شكله عامل ازاي؟ فالكرنب البلدي احلى كرنب في التخزين، وهو ده موسمه موجود دلوقتي. شايفة بتبقى الراس بتاعتها طالعة لفوق كده. هاخد بقى القلب ده كله هعمله مخلل. طبعا تخليله سهل جدا، بتقطعيه وتحطيه في البرطمان وتحط عليه مية وملح، وزي ما قلت لكم لتر المية له 4 معالق كبيرة هرمية ملح، وشوية فلفل أحمر بقى كده تفرميهم في الكبة وتحطوهم عليه، وشوية خل، وهتاكلي أحلى مخلل كرنب. شايفين دي بط؟ شايفين راسها عاملة ايه؟ صغيرة ومدفوسة لجوه كده شوية. هو ده الكرنب البط. شوفي بقى تحس ان الورق بتاعه مش هايش كده زي الكرنب التاني، وداخل لجوه. شايفين لازق بقى في بعضه ازاي؟ ده ما بتفصصش يا جماعة بسهولة. شايفين الورق تحسيه ان هو لازق في بعضه. مش زي الكرنب البلدي بتحسي انه هايش. وشايفين راسه صغيرة ازاي ونازلة لجوه داخلة لجوه. ده الكرنب البط، ده مش بتاع تخزين. هو بيبقى طعمه حلو ومسكر وكل حاجة، بس ده تجيبيه تاكلي منه على طول. لو اتبقى منه وحطيتي منه في الفريزر ما يقعدش معاكي فترة طويلة. شايفين بقى مختلف عن التاني خالص. يعني انتوا شفتوا الفرق؟ يعني لو جبت الفيديو تاني هتعرفي الفرق بين البط وبين البلدي. عامة الكرنب لما بيكون موجود عندك في الفريزر بيسهل عليكي. يعني لو حابة تعملي محشي في أي وقت، احنا هنخزن مع بعض دلوقتي الصلصة، وهيبقى عندك الصلصة وهيبقى عندك ورق الكرنب، وكمان ممكن تحطي الخضار اللي هو الكزبرة والشبت. يبقى كده المحشي فاضل ايه؟ مش فاضل حاجة. ممكن تقلبي كل حاجة في بعضها مع الرز، وشوية بصل كمان نيين، وهتعملي أحلى محشي. معايا هنا بقى مية بتغلي على النار، حاطة فيها شوية ملح وشوية كمون. شايفين اهو الكرنب معايا اللي انا قورته وسبته من غير ما افصصه، وده اللي انا فصصته كله، واللي على الصينية ده اللي هيتخلل. شايفين بقى مثلا الحلة اهي معايا، والقلب بتاع الكرنباية كبير، فبلففه كده علشان الجناب تطرى واقدر انزله في الحلة بالشكل ده. طبعا العنق دي بتاخد وقت اكتر، فبنزله على وشه وبعدين بقلبه بالشكل ده كده. هبدأ بقى اسحب ورقة ورقة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
ما تغيبيش الكرنب لو هتخزنيه، يعني يا دوب في المية تحسي انه بس بدأ كده يبقى طري ويتقطع معاكي، بس كده تشيليه. شايفين انا ما بغيبهوش، يعني ده بقى اللي انا مفصصاه. بتحطيه بالشكل ده، بتحطيه على الناحية اللي فيها العنق، وبعدين هقلبه واطلعه كده بالشكل ده. طبعا بقى انا مجهزة عندي الحوض فيه مية، يعني انا قافلاه ومليه مية. طبعا الحوض بتاعي مغسول ونضيف وغسلاه بالخل وملح الليمون. بنزل بقى بملاه ميه، لان انا عامله كميه كبيره وهخزن بقى، فبدل ما اعمل اطباق وكل شويه اغير ميه، فهوريكم دلوقتي الحوض بتاعي انا عامله فيه ايه. الكرنب اللي بيطلع من الميه دي بقى، من الميه السخنه، بروح كده على الحوض بتاعي في ميه ساقعه وانزل بالكرنب. شايفين بقى الناحيه التانية عندي شبكه اهي، مصفى، بغسله كده بميه الحنفيه. هو طبعا نزلته في ميه ساقعه، واغسل كده ورقه ورقه واطلعها كده في المصفى بتاعتي علشان يصفي المية بتاعته على ما اخلص الكمية اللي معايا. واللي بيصفي ميته بطلعه على صينية كبيرة جنبي علشان اقطعه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هعمل كل الكرنب اللي انا هسلقه بالشكل ده. شايفين اهو، ده بعد ما غسلته، لانك لو حطيتيه سخن فوق بعضه هيسوي بعضه، وهتيجي تحطيه في الفريزر هيتهري منك، مش هتعرفي تلفيه خالص. هوريكم بقى طريقة التقطيع. شايفين الورقة اهي، باجي كده من عند العنق بتاعها واقطع والف رول واقطع بقى. يعني انت بتقطعي على حسب الصابع اللي انت عايزاه طوله قد ايه. هعمل لكم تاني. دي ورقة بقى كده باقية، هعملها كده، هشيل برضو العنق بتاعها ده وهلفها رول، وهقطع بقى طول الصابع زي ما انت تحبي. عايزة اصغر من كده، عايزة اكبر من كده، اهو بالشكل ده كده. هقطع بقى الكمية كلها معايا بالشكل ده. في ناس بتخزنه زي ما هو كده، زي ما انا قطعته كده، وبترصه في اطباق وتحطه في الفريزر. لكن انا الحقيقة بحب اقطعه يبقى جاهز ان انا اطلع والف على طول. يعني مش هستنى بقى ان هو يفك وامسك ورقة ورقة اقعد اقطعها. اهو، هو كل ده بيسهل عليك، يعني اي حاجة انت بتعمليها بتسهل عليك وبتوفر معاكي وقت. يعني هتتعبي يوم وهترتاحي بقية الأيام، يعني ده هيكفيني لغاية الشتاء الجاي إن شاء الله. هقطعه بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد بفك رول وأقطعه بقى ايه كده ورق على قد ايه الصابع. هكمل الكمية كلها بقى بالشكل ده. شايفين الورق بقى شكله عامل ازاي. هنيجي بقى للبسلة دي. البسلة بتاعتي اهي، هغسلها كلها قبل ما افرطها. اهي البسلة اهي، دي بعد ما غسلتها وصفيتها هنبدأ بقى نفرطها. ده الكرنب بتاعي اللي انا قطعته كله. انا كنت بعمل البسلة والكرنب في يوم واحد، ودي البسلة بعد ما فرطتها. انا بغسلها وبفرطها، يعني بغسلها واسيبها تنشف وبعدين افرطها كلها. وبعد ما افرطها على طول بكيسها بالشكل ده، لا بسلقها ولا بحطها في ميه سخنه. انا جربت كل الطرق اللي انتي بتعملي بيها البسلة، فانا لقيت دي احسن طريقة. وكمان باجي وانا بفرط البسلة لو في اي قرن ناشف انا بحطه على جنب وبفرطهم لوحدهم وبخليهم كيس لوحدهم، بحيث ان هو البسلة بتاعتك ما تبقاش فيها حباية وحباية. بكيسه بالشكل ده كده. دي اسهل طريقة وافضل طريقة انا عملتها، انك انتي ما تسلقيش البسلة. كنت الاول بديها غلوة او المية تغلي وانزلها فيها ان انا اعقمها، بس الحقيقة لقيت دي احلى حاجة ان انت تفرطيها وتكيسيها. وعشان كمان البسلة بقى تبقى مسكرة معاكي، يوم ما تيجي البسلة من الغيط لازم تفرطيها في نفس اليوم وتخزنيها، هتاكلي احلى بسلة وهيفضل لونها اخضر زي ما هي. حتى البسلة لو لاحظتي انت، لو اشتريتي كيلو بسلة او 2 كيلو وسبتيهم وفرطتيهم تاني يوم ما بيبقوش مسكرين زي اول يوم. فدايما البسلة علشان تخزنيها وتطلع حلوة معاكي، يوم ما تيجي البسلة لازم تفرطي الكمية كلها
وتكيسيها بالشكل اللي انت شايفاه ده. ودي البسلة هيت اللي انا فرطتها وهخزنها. انا ما بحبش احط عليها جزر، وبخلي الجزر لوحده، ولو حابه اطبخها بجزر بطبخها بجزر، من غير جزر مفيش مشكله. وكمان الجزر بقطعه هوريهولكوا دلوقتي، بحيث ان انا ممكن استخدمه في اي وصفه، وممكن كمان احطه على اي حاجه. الكرنب بقى هاخد كده. طبعا انا صفيته من الميه كويس جدا. انتوا ملاحظين ان انا كنت بحطه في مصفى، وبعدين بعد ما قطعته كمان، بعد ما اتعمل رول وقطعته، حطيته في مصفى يصفي ميته. فشايفين الصينيه معايا اهي مرصوص عليها الكرنب، مفيش فيها ولا نقطه ميه. فكيسته كده بالشكل ده. اللي بيكيسه في علب او في اطباق علشان هو بينزل ميه، فبيخافوا ان الميه دي تنزل في الطبق اللي في الدرج اللي احنا بنخزن فيه. فانا طبعا حطاه في الاكياس وانا مطمنه جدا، لان انا عارفه ان الورق بتاعي متصفي من الميه كويس جدا. اي ميه في اي حاجه متخزنه بتغير طعمها ومتخليهاش بطعمها الاصلي. فدايما اي حاجه، يعني البسله لما خزنتها من غير سليق بجد لقيت طعمها زي ما هو وكأنها لسه خضرة. والكرنب كمان زي ما انتوا شايفين كده مصفيه كويس جدا. شايفين الاكياس ما فيش فيها ولا نقطة مية اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وده طريقة تخزين الكرنب بتاعي. معايا بقى الجزر اهو، انا قشرته وقطعته مكعبات عشان ما اطولش عليكم الفيديو. طبعا قشرته بالقشاره وقطعته مكعبات وعبيته في الاكياس كده من غير سليق ولا اي حاجه. تستخدميه بقى في شوربه عدس، تستخدميه في اي شوربه، في عصاير. هو مكعبات صغيره، وما بتطلعيه بيبقى هو مستوي لوحده، مش محتاج ان انت تسلقيه ولا اي حاجه. ومعايا بقى بنجر، جبت كيلو بنجر كمان، هقشره بالشكل ده كده وهقطعه مكعبات. البنجر ده بقى طول ما هو عندي في الفريزر بستخدمه اي استخدامات، بينفعني في اي حاجة، سواء مخللات، سواء سلطات، سواء عصاير. هقشره بالشكل ده كده واقطعه مكعبات اهو بالشكل ده. هكمل بقى الكمية كلها تقشير وبعدين اغسلها. هغسله دلوقتي بعد ما قشرته علشان مش هغسله تاني. هبدأ بقى اقطعه كده دواير، وبعدين هقطعه صوابع زي الشيبسي، وبعدين مكعبات كده بالشكل ده. خلاص انا غسلته بعد ما قشرته ومش هغسله تاني. وهبدأ بقى ايه بعد كده اكيسه واحطه في كيس في الفريزر. بقى احنا كده عملنا الكرنب وعملنا البسلة وعملنا الجزر، وده كمان البنجر. البنجر حلو قوي دلوقتي وجميل، وده موسمه، فلازم ايه تخزنوه. حلو قوي للانيميا وحلو في العصاير، دخليه في كل حاجة عشان الولاد. هنخزن بقى كمان ايه البطاطس. معايا هنا بطاطس، شايفين البطاطس دلوقتي رخيصة جدا. هنستغل بقى الموسم بتاعها ونعمل شوية رمضان عشان ناكلهم في السحور او جنب الفطار. اهو انا قشرت البطاطس كلها وغسلتها. هقطعها بقى صوابع بالشكل ده، وبعدين هنقعها في مية سخنة وخل وملح بالشكل ده كده. الملح بسيط جدا، يعني مية سخنة وخل كفاية. هبدأ بقى اهو انا معايا زيت سخن على النار ويكون غزير، ومعايا البطاطس اهو. هاخد الكمية اللي انا هحمرها وهسيبها تصفي ميتها كده واحطها في المصفى واحطها، بس الزيت يكون سخن ويعمل الحركة اللي انتوا شايفينها دي. اول ما تتحمر نص تحميرة كده هبدأ اصفيها من الزيت بتاعها. صفيها كويس من الزيت بتاعها، وبعدين طلعيها على ورق مناديل وفرديها بالشكل ده كده. هوريكم ازاي دلوقتي ورق المناديل ان هي ما شربتش زيت. شايفين المناديل بتاعتي ناشفه ازاي، مفيش فيها زيت كتير. ليه؟ لان انا نقعتها في خل وميه سخنه. الخل والميه السخنه ما بيخليهاش تشرب زيت خالص. معايا بقى ده الرف بتاع الفريزر، وهسيب لكم لينك. انا قبل كده عامله فيديو خاص لتخزين البطاطس، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف
اللي حابب يشوف البطاطس من اولها. وهكيسها بعد ما تبرد بقى واحطها في الفريزر، هطلعها وكيسها بالشكل ده. دي الطماطم. انا بنقي الطماطم دايما يا جماعة لما تيجوا تخزنوا اي حاجة، ما تخزنوش الا الثمرة الكويسة الصحيحة. دي الطماطم انا قطعتها وحطيت عليها بنجرايه. انا اشتريت ب10 جنيه طماطم، حطيت عليها بنجرايه بعد ما قطعتها، وهحطها في الحله كده على النار. شايفين الحله بعد ما كانت مليانه نزلت شويه، والبنجر اهو زي ما انتوا شايفين كده. هسيبها بقى لما تنشف خالص وتستوي. شايفين اهي بقت نص الحله. هبدأ بقى دلوقتي اجيب الهاند بلندر، لو ما عندكيش خلاط واضربيها. هضرب الكمية دي كلها لغاية ما تنعم معايا خالص. فرصة ان الطماطم دلوقتي رخيصة يا جماعة وحلوة جدا ومسكرة قوي. طماطم الشتاء بتبقى حلوة ومسكرة، وكمان مفيش فيها هالك خالص دلوقتي. فبتجيب الطماطم بتلاقيها كلها جميلة والثمار بتاعتها ناضجة وحلوة كده. بعد ما ضربتها بقى في مصفى كده وهبدأ أصفيها بالشكل ده علشان نطلع منها القشر والتفل. لما بتصفيها بعد ما تسبكيها ما بتطلعش معاكي تفل وبذر كتير، وما بيبقاش فيها هالك كتير زي ما بتصفيها قبل ما تسويها. اهو بالشكل ده كده، وبالمعلقة السيليكون. وهضغط كده بقى على التفل والبذر ده لغاية ما انزل كل اللي فيه. اهو كده. شوفوا بقى ب10 جنيه هيعمل معايا كمية صلصة قد ايه، وهتفضل عندي وهستخدمها بقى طول الفترة الجاية. يعني انت كل سوق ممكن تجيبي ب10 جنيه وتعملي شوية، فهتطلع معاكي كمية كبيرة. شايفين لون الصلصة بقى البنجر عمل فيها ايه؟ يعني بنجراية واحدة على مثلا 10 كيلو طماطم. بعد بقى ما صفيتها حطيت عليها معلقة بابريكا ومعلقتين سكر علشان نعزز اللون بتاعها الأحمر كمان ويبقى لونه جميل. وكمان البابريكا بتديلها ريحة جميلة جدا. هحطها تاني على النار كده وهتاخد غلوتين. هي سمكها تقيلة اهو زي ما انتوا شايفين، يعني مش محتاجة تغلي كتير، بس عشان السكر اللي انا حطيته والبابريكا. هقلبها كده شوية، وبعدين بعد كده هطفي عليها واسيبها لما تبرد خالص وابدأ اعبيها. لو عبيتيها في برطمانات بتفضل في التلاجة لمدة اسبوع. لو عبيتيها في اكياس بتحطيها في الفريزر، وبتطلعي كيس كيس تعبيه في برطمان. يعني انا هحطه كله في اكياس وهسيب برطمان واحد، هسيبه على رف التلاجة بيقعد معايا اسبوع. اما الباقي هحطه في الفريزر، وقت ما احتاج هطلع كيس وافضيه في برطمان يفضل معايا في التلاجة. اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه. شايفين لون الطماطم بقى عامل ازاي؟ شايفين الصلصة بتاعتي؟ ولا الوان صناعية ولا مواد حافظة، وحاجة بقى انت ضمناها في البيت وعاملاها بايدك. شايفين لون الصلصة عامل ازاي؟ بجد ولا احلى من اي صلصة. كده احنا عملنا كل الحاجات اللي انا خزنتها قدامكم، وهسيب لكم لينك البطاطس في صندوق الوصف عشان تشوفوها بالتفصيل. عملنا الكرنب والبسلة والجزر والبطاطس وكمان البنجر. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم وطريقة التخزين عجبتكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس. والسلام.